وعلى خلفية تعرض بعض الصحفيين للعنف أثناء تغطية أحداث أمس الجمعة، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بلاغا بيّنت فيه أنها سترفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية على خلفية تعرض بعض الزملاء الصحفيين والمصورين إلى الاعتداء بالعنف من قبل بعض أعوان الأمن. البيان الذي تلقت التلفزة التونسية نسخة منه شدد على أن النقابة قررت اتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها إطلاق حملة إعلامية للتشهير بكل الأساليب القمعية ضد الصحفيين، وتنظيم وقفة احتجاجية لمدة 2 ساعات في مقر النقابة، وتوجيه مراسلة احتجاج مفتوحة لرئيس الجمهورية المؤقت، وتوجيه تظلم إلى الاتحاد الدولي للصحفيين. وأوردت النقابة أسماء عشرات من الزملاء الصحفيين الذين عنفوا أثناء أداء مهامهم.